انا الحقيقه المدام بس الوقت مش مناسب. هنصورها بتفهم قوي في بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الجمعه 16 فبراير 2024. دايما بنقول نخلي بالنا من منطقه التطعيم. منطقه التطعيم دي حاجه مهمه جدا يا جماعه في النباتات. النبات بيبقى مطعوم، يعني لو انا جايب شجره يوسفي، شجره بسره، شجره سكري، شجره برتقال صيفي، بتبقى مطعومه على حاجه اسمها فولكا ماريانا. فولكا ماريانا ده نوع من انواع الليمون عديم القيمه الاقتصاديه، بيطعم عليه، بناخد الاصل بتاعه بنطعم عليه، نتيجه ان الاصل بتاع الفولكا ماريانا اصل قوي بيتحمل القلويه بتاعه التربه، والاراضي المصريه طبعا ارض قلويه، يعني البي اتش بتاعها عالي. جميل. فبنطعم على الفولكا ماريانا. بتيجي انت بتهمل في انك انت تتابع منطقه التطعيم مره على مره على مره، يروح الاصل يتغلب، اسمه من اسمه الاصل يتغلب، وهو اللي بيبقى ليه السياده القيميه زي ما انت شايف كده. والطعمه الغلبانه اللي عندك تبتدي تموت مره، في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه. دي اهي شجره يوسفي موركت اهي، ده الاصل اهو، ده الطعم، سوري ده الطعم. ادي الطعم اهو، نمشي مع الطعم. دي منطقه التطعيم اهي تحت، ده الطعم اهو، الفرع ده كله هو الطعم. ادي منطقه التطعيم تحت، طلع منها الاصل كل ده اهو. فمع الوقت بيهلك لك الطعمه اللي هي الشجره الاصليه اللي انت عايزها في المستقبل، وتتفاجئ بعد كده تقول الحقوني، ده انا اصبح عندي الشجره اللي عندي بيت ليمون غريب، واللي يقول لك بيت نارنج، وهكذا. يبقى هنيجي هنا اهو، كل ده اهو خلاص اهو، كل ده هيتشال يا جماعه اهو. كل ده كده هو الايه اللي بنسميه السرطان اهو. كل ده اللي هو هيطلع عندك شيء غير مرغوب فيه. ادي بقى، بص بقى، شايف الفرع اللي طلع عامل ازاي؟ بص الغلبانه المسكينه، هي دي اساس الشجره. وكل ده كان ايه؟ كان السرطان اللي موجود. شوف بقى عمر سنين ضيعته من عمرك قد ايه انت بتغذي في حاجه غير مرغوب فيها. فنخلي بالنا دايما منطقه التطعيم ده حاجه مهمه. يعني شوف انت ضيعت من عمرك سنه واثنين وثلاثه بتغذي في حاجه غير مرغوب فيها، وفي الاخر هتتشال. طبعا ما ننساش ان اي جرح في النبات زي كده لازم نطهره خلاص. ويفضل لو عندي اكروبات نحاس، كبريتات نحاس، لازم الجرح ده يتطهر النهارده، لان انا جرحت في النبات، عملت جرح، نسيج المرستيمي بتاعه خلاص كده اصبح معرض للاصابات الفطريه، فممكن يحصل فيه حاجه اسمها داي باك او موت تراجعي، يهلك لي النبات كله. ادي الشجره الاصليه مسكينه اهي، بقالها سنين بتعافر مع ليه. فاكرين ان هي دي الشجره الاصليه. ايوه دكتور عصام اهو معانا، دي مفكره هو الشجره الاصليه اهي. ودي كانت نفس القصه برضو، دي كانت طرحه دي برضو كانت نفس القصه اهي، وتشال منها برضو ليه السرطان اللي كان تحت. نركز في الجزئيه دي دايما.